رنا سماحة اتجوزت بعد ما كسبت قضية الخلع على أبو ابنها الملحن سامر أبو طالب. رنا سماحة قلبت السوشيال ميديا كلها لما نزلت صورة بفستان الفرح على انستجرام. مش بس كده، كانت ماسكة ايد عريس وطالعة سلالم فندق، لكن المفاجأة إنها مسحت الصورة بعد دقايق من غير ما تسيب أي توضيح. الجمهور اتجنن، ناس قالت خلاص دي اتجوزت، وناس تانية شافت إن الصورة دي رد غير مباشر على خطوبة طليقها سامر أبو طالب. رنا قبل كده أعلنت انفصالها بشكل رسمي وقالت: اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو أبني. وكشفت إن الخلافات بدأت وهي حامل، ورجعوا جربوا يحطوا شروط عشان الحياة تمشي، بس ما كملوش، وقالت: كنت حاسة إني لوحدي وبشيل المسؤولية. والقصة وصلت لدرجة إنها رفعت قضية خلع بعد ما قعدت شهور في بيت أهلها من غير ما هو يصرف لا عليها ولا على ابنها مالك، واتنازلت عن كل حقوقها كزوجة عشان تاخد حق ابنها. حتى علاقتها بأهله اتقطعت، وقالت بوضوح: مستحيل أرجع له. ومع كل ده، صورة الفرح اللي ظهرت واختفت خلت الجمهور في حيرة. هل فعلا رنا بدأت صفحة جديدة واتجوزت، ولا دي مجرد رسالة غامضة لطليقها؟